فهو المسؤول الاول والاخير قدام الاداره وقدام الجماهير على كل ما يحدث من بطولات، سواء حققها او بطولات اخفق فيها. انا اقدر اقول لك دلوقتي كده وانا مطمن ان حسين الشحات نسبه بقائه في النادي الاهلي تكاد تكون من 20 ل 30%، واتمنى من كل قلبي ان نيجي في اخر لحظه ونسمع خبر صار لينا كلنا انه تم تعيين برونو لاجي او مارك فان بومل مديرا فنيا للنادي الاهلي. حتى وقتنا هذا كله بيتكلم ان الحسين عموته انهى كل شيء مع الاهلي باستثناء توقيع العقود. الحسين عموته بيطلب احمد فتحي في الجهاز الفني للنادي الاهلي، قال لك اصل الاهلي رافض فكره ان هو يشارك بالكارت الذهبي في حاله اعتذار رسمي بقى من النادي الاهلي ان هو مش هيشارك في السوبر المصري، وقتها هيكون المشاركه هتروح لنادي سيراميكا. الاعلان الرسمي عن المدير الفني الحسين عموته معنى ان هو اتاخر. هناك محاولات من بعض الاطراف داخل النادي الاهلي وانا ذكرتها لك امبارح ان يكون في اسم اجنبي. حسين الشحات تقدر تقول كده ان موضوعه خلاص شرف على الانتهاء، وحسين الشحات احتمال كبير وكبير جدا يكون محترف في نادي اهلي طرابلس. طول ما كابتن حسام البدري هو المدير الفني لاهلي طرابلس تقدر تعتبر كده ان حسين الشحات خلاص لن يستمر في النادي الاهلي. ليه الكلام دوت؟ لانه كابتن حسام مصمم بشكل كبير وكبير جدا على حسين الشحات في اهلي طرابلس، والكلام دوت يعني مش مجرد كلام شفهي، لا ده عروض بتتقدم للاعب، ومش بس كده وكلام ومحاولات اتصالات ما بين النادي وما بين اللاعب حسين الشحات. انا اقدر اقول لك دلوقتي كده وانا مطمن ان حسين الشحات نسبه بقائه في النادي الاهلي تكاد تكون من 20 ل 30%. النادي الاهلي اتاخر جدا في التفاوض معاه لحد ما العقد بتاعه انتهى، ومش بس كده ومش عارف كمان ان هو يجدد مع اللاعب الفتره الاخيره. طبعا كلنا عارفين ان كابتن حسام البدري محقق هناك نجاحات كبيره جدا مع اهلي طرابلس، ولسه واخد معاهم الكاس للموسم الثالث على التوالي، وعامل يعني انجازات كبيره جدا في تاريخ هذا النادي. هو عايز يدعم صفوفه ومقتنع جدا بحسين الشحات. اعتقد من وجهة نظري انه الاداره حاليا داخل النادي الاهلي مش مركزه قوي في قصه حسين الشحات، مركزين في امور تانية زي موضوع المدير الفني الجديد وغيره وغيره. حسين الشحات اعتقد انه ممكن يكون ظلم الى حد ما في التاخر، مش هقول لك في العرض، انا اتكلمت قبل كده في موضوع العرض بتاع حسين الشحات وقلت العرض بتاع حسين الشحات كان عرض جيد وجيد جدا من النادي الاهلي، ولكن ظلم في التاخر. لما تتفاوض مع لاعب خلاص عقده انتهى غير لما تتفاوض مع لاعب لسه في عقده، تقدر تتكلم هات وخد. لكن دلوقتي انت لو حسين الشحات مشي من عندك انت كنادي اهلي مش هتستفيد منه ماديا اطلاقا، لن يكون هناك استفادة مادية للنادي الأهلي من حسين الشحات، لأنه حتى لو مشي هيمشي فري. كاس السوبر المصري مين قال يا اخوانا أو مين طلع إشاعة أو سرب إشاعة إنه النادي الأهلي مش هيلعب كاس السوبر المصري؟ يعني الأول قال لك إيه؟ قال لك النادي الأهلي عنده مشكلة في ان هو يواجه نادي بيراميدز، فبالتالي مش عايز يقابله فمش هيلعب السوبر المصري. شوية يقول لك لا اصل الاهلي عنده عرض انه يلعب بطولة في السعودية، فبرضه النادي الاهلي ممكن يعني يتخلى عن السوبر المصري عشان هذه البطولة. طب النهاردة بيعلنوا بشكل شبه رسمي انه بطولة السوبر المصري هتكون يا اما في شهر 11 يا اما في شهر 12. قال لك اصل الاهلي رافض فكرة ان هو يشارك بالكارت الذهبي في موضوع او بطولة السوبر المصري. الاهلي مش عايز يشارك بالكارت الذهبي، فبالتالي النادي الاهلي ممكن ان هو يعني يعتذر عن هذه البطولة. مين قال لكم برضو انه الاهلي ممكن يعتذر عن هذه البطولة حتى لو بالكارت الذهبي؟ يا جماعة انا شايف ان موضوع كاس السوبر المصري خد اكبر من حجمه، لا بشكل رسمي ولا بشكل غير رسمي ولا بشكل ودي ولا بأي شكل من الأشكال. النادي الأهلي قال أو طلع أو صرح أي مسؤول من عنده إنه بيعتذر عن بطولة السوبر المصري أو إنه هو رافض المشاركة. ما طلعتش من أي مسؤول، مفيش مسؤول واحد فيك يا نادي يا اهلي طلع اتكلم في هذا الكلام. في حاله اعتذار رسمي بقى من النادي الاهلي ان هو مش هيشارك في السوبر المصري، وقتها هيكون المشاركه هتروح لنادي سيراميكا. بصوا يا جماعه، انا امبارح اتكلمت معاكم في القصه وقلت لكم انه الاعلان لو اتاخر اعرف ان هناك محاولات كده او كده في النادي الاهلي، وانا ما زلت عند رايي. الاعلان الرسمي عن المدير الفني الحسين عموته معنى ان هو اتاخر. هناك محاولات من بعض الاطراف داخل النادي الاهلي وانا ذكرتها لك امبارح ان يكون في اسم اجنبي. هناك محاولات لانكار الحقيقه، ان يقول لك اصل المشكله مشكله ماديه سواء مع مارك فان بومل او برونو لاجي او كل هذه الاسماء.
لا يوجد مشكله ماديه في هذا الامر، لان انا قلت لك قبل كده المهندس ياسين منصور كان مصر على موضوع المدير الفني الاجنبي، وكان موافق ان هو يشارك ماديا في هذا الامر. فبعد اذنكم بلاش تحاولوا تضللوا الناس. فالحسين عموته حتى وقتنا هذا لم يعلن عنه، مش عشان اي حاجه غير عشان المحاولات اللي انا قلت لك عليها قبل كده، واتمنى من كل قلبي ان هذه المحاولات تنجح، واتمنى من كل قلبي ان نيجي في اخر لحظه ونسمع خبر صار لينا كلنا انه تم تعيين برونو لاجي او مارك فان بومل مديرا فنيا للنادي الاهلي. تقول لي ده في ناس بتتكلم ان العقود خلاص مضت وان الدنيا خلصت. كل الكلام ده غير حقيقي. الاهلي لو كان مضى عقد واحد مع الحسين عموته كان بعديها بساعه على طول هيعلن، كانت كل المواقع والصحف المغربيه هتعلن. حتى وقتنا هذا كله بيتكلم ان الحسين عموته انهى كل شيء مع الاهلي باستثناء توقيع العقود. ده اللي انا متاكد منه حتى وقتنا هذا. وعدم الاعلان عن الموضوع بشكل رسمي وعدم مجيء الحسين عموته حتى وقتنا هذا للقاهره ده معناه انه لسه ما وقعش عقود، وان الدنيا لسه ما انتهتش، وان المحاولات اللي انا قلت لك عليها على قدم وساق انه الموضوع يعني يمكن يكون في اسم عالمي من بعض الاطراف داخل مجلس اداره النادي الاهلي. طيب موقف الحسين عموته ايه حتى وقتنا هذا؟ الاتفاقات، العقود اللي اتكتبت لكن ما توقعتش. بص يا باشا، الحسين عموته هياخد ما يقارب 2 مليون او 2 مليون و200 الف دولار في الموسم. هو لوحده هيكون ليه 1 مليون و500 الف دولار بالاضافه للجهاز المعاون بتاعه اللي هيكون من 4 افراد، مخطط احمال ومحلل اداء، وهيكون مدرب مساعد وكمان مدرب حراس مرمى. توتال كله على بعضه هيكون من 2 مليون ل 2 مليون و200 الف دولار زي ما انا قلت لك امبارح بالظبط. كمان بيقول لك انه عايز احمد فتحي. سمعت الاخبار دي من مصادر موثقه انه الحسين عموته بيطلب احمد فتحي في الجهاز الفني للنادي الاهلي. بعض الاهلاويه متضايقين من هذا الكلام ومتضايقين من هذا القرار. انا ما عنديش مشكله على فكره احمد فتحي خالص، ولا عشان مثلا راح فتره لعب في بيراميدز، انا ما عنديش العقد دي اطلاقا. واحمد فتحي نجم ونجم كبير وحد محترم جدا وشاطر جدا وبيحب النادي الاهلي جدا على فكره، فما عنديش مشكله اطلاقا ان احمد فتحي يكون متواجد في هذا الامر وانه يكون من ضمن الجهاز الفني للحسين عموته. كمان اللي فهمته انه الحسين عموته عايز انه يكون كل الاختيارات خالصه مخلصه ليه، يعني ما يكونش فيه اي تدخل اطلاقا من جانب اداره النادي الاهلي في اي اختيار ليه في الجهاز الفني خالص، ولا حتى في اللاعبين. يعني هو اللي يختار الجهاز الفني بكامل ارادته من غير ما يتجبر انه يسيب حد او ياخد حد. تاني حاجه هو اللي يختار اللاعبين اللي هيمشوا واللي هيجوا من غير تدخل اي حد من مجلس الاداره. وانا احترم جدا المدير الفني اللي بيحترم نفسه وبيحترم شغله. فكره ان هو يقول انا متمسك بان انا اختار كل الاسماء والعناصر اللي هتشتغل معايا دوت شيء رائع، لانه يعرفك ان انت قدام مدير فني مش جاي ياكل عيش، قدام مدير فني عنده شخصيه قويه عايز يفرض اسلوبه وسيطرته على الفريق، وده حقه الكامل. لانك انت لما هتحيي المدير الفني، ولما هتنتقد وتلوم على اي هزيمه هتلوم المدير الفني. فهو المسؤول الاول والاخير قدام الاداره وقدام الجماهير على كل ما يحدث من بطولات سواء حققها او بطولات اخفق فيها. فهو صاحب الحق الاصيل في ان هو يختار كل الناس اللي تعاونه وكل اللاعبين اللي يكونوا تحت ايده. طبعا لحد دلوقتي زي ما قلت لك لسه الموضوع ما بقاش رسمي، ولكن الموضوع في طريقه ان هو يكون رسميا. يعني معنى كده انه مش بنسبه 100% اهلاوي، لا، الحسين عموته تقدر تقول بنسبه 98%. تقول لي ياه، يعني هي ال 2% دي هي اللي ملهاش علاقة إطلاقا بالراجل، ملهاش علاقة إطلاقا بجوانب مادية أو اتفاقات خالص. الأهلي خلص معاه كل الاتفاقات. ليها علاقة زي ما أنا قلت لك امبارح وأنا واثق في كلامي 1000000% إنه بعض المحاولات، لا طب ما نحاول في المدير الفني الأجنبي، طب ما نعمل، طب ما نسوي، وأتمنى من كل قلبي إن هذه المحاولات تنجح.